السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم يا حبايبي؟ عاملين ايه؟ يا رب دايما في صحة ونعمة وعافية يا رب، انتوا حبايبكم واهليكم وولادكم يا رب. عاملين ايه يا حبيبتي؟ والله وحشتوني خالص خالص خالص. النهاردة هنعمله ايه؟ هنعمل سمك سنجاري جميل ولذيذ وخطير، تحفة تحفة تحفة. كل واحدة فيكم هتقوم تعمله. خلاص بقى، يلا بينا. عندنا سمك بلطي، انا فاتحاه من الظهر، او تخلي الراجل يفتحهولك عادي خالص ويتنضف زي الفل. عندنا جزر مبشور، عندنا 3 بصلات متوسطين جوانح، عندنا طماطم متقطعة، عندنا هريسة فلفل، عندنا طبعا المكون الأساسي بتاعنا توم مفلي، وطبعا شوية بهارات لزوم السمك وكده، طبعا كمون. واهو دلوقتي هجيب البهارات قدامكم. عندي كمون وعندي كزبرة، عندي توابل سمك، عندي ملح. بس هي مش اكتر من كده. وهنقلبها كويس جدا جدا جدا، وهناخد نصها ونحط عليها شوية زيت. يعني هم تخيلوا هم حبة زيت صغيرة جدا هتستخدميهم للسنجاري. مش هنكتر ولا هنقلي ولا يتعب معدتنا ولا اي حاجة خالص. وطريقة خطيرة 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 وهتعجبكم جدا جدا والله. هنيجي طبعا نحط عليها طبعا المكون الاساسي بتاعنا. هنحط 3/4 الكمية التوم، وهنسيب الربع. وهنقلبها كويس جدا زي ما انتوا شايفين كده. هنقلبها وبعد كده هنجيب زيت ونحطه عليها. بس لازم ندخل الخلطة جوه بعضها، لان طبعا ايه، فيها حاجات كتير يعني كمون وتوابل وكده، فلازم نقلبها كويس. وبعد كده اهو جبت الزيت، فضيت منها وشفتوا حبة قد ايه، يا دوب معلقة. وهنقلبهم كويس جدا ونروحوا حاطينهم على السمكية نفسها. اهو برضو قعدنا قلبناها شوية كده عشان يختلطوا كله مع بعضه، ونبدأ نخلطهم على السمك. وبعد ما قلبنا خلاص كده، جبنا صاج وحطينا عليه فويل، وجينا بقينا حطينا بقى ايه السمك وفردناه، وجينا بالتتبيله اللي احنا عملناها ديت. مسحت السمكية كويس جدا عشان ما يكونش فيها اي ميه. ودلوقتي اهو جبنا طاسة وهنحط فيها البصل الجوانح، وهنتنا فيها شوية زيت، وهنقعد نشوح فيها كويس جدا، مش كتير يعني، بس انا هنشوحها بسيط. وبعد كده اهو جبنا الجزر المبشور. برضو اخدت تشويحة، لان التشويحة دي مهمة جدا، بتعلي التيست بتاع السنجاري جدا. وبعد كده جبنا التوم اللي اتبقى من الحشوة، وبنقلبه برضو، بنديله نفس التشويحة. وبعد كده هوت هنجيب بقى الطماطم، تاخد كل الخضار لازم يتشوح كويس جدا. احنا مجرد بس ايه، ان احنا بنديله تشويح عشان يعلي التست، وفي نفس الوقت احنا هنحطه برضو في الفرن، فيعني بتبقى عشان. وبعدين جبنا بقية التوابل اللي اتبقت مننا ورحنا حطيناها على على الخلطة. وجبنا ليمونة عصرناها اهي زي ما انتوا شايفين كده. طبعا هنشيل البذر اللي وقع ده، بس هنيجي نعصره كويس جدا، بتعلي التيست عالي قوي. بعد كده جبنا الخلطة وحطيناها على على الأرضية بتاعة الورق الفويل أو تحت السمكة، عشان السمكة لما تيجي تاكليها تبقى من تحت ومن فوق متبلة اهو زي ما انتوا شفتوا كده. حطيناها عليها، وجينا رحنا فارزين من الخلطة، حطيناها على السمكة على نفس التتبيلة اللي احنا متبليناها. يعني احنا تبلناها وسيبناها حوالي مثلا نص ساعة، بل ما شوحنا الخضار وكده، فعدت حوالي نص ساعة. فكده السمكة شربت من التتبيلة اهوت. جينا دلوقتي اهو زي ما انتوا شايفين بنحط السمكية وبنغطيها برضو بالخضار. يعني احنا كده اهو ما حطيناش اي حاجة زيادة عن الايه، عن الخضار والتتبيلة. هنيجي بعد كده اهو زي ما انتوا شايفين السمك، واحده واحده بنمشي معاه كده، نحط له الخضار تحت على الصاج يعني. وبعد كده بنحط لها السمكية اهي زي ما انتوا شايفين كده. تمام. هنحط بقية الخضرة. يا رب يعجبكم الفيديو. اذا عجبكم الفيديو ما تحرموناش من اللايك والشير، يا احلى متابعين في الدنيا. مطبخ على قد ما قسم، على قد كل بيت مصري، مع امل ما تنسوناش من اللايك والشير.
وبعد كده بعد ما خلصتهم واتحطوا في الفرن، بصوا الجمال، بصوا روعة روعة والله، طعمه خطير جدا جدا، واحلى من اللي بيتباع بره 1000 مرة. يعني هي على الاقل انت اللي عاملاه وانت اللي مسوياه في البيت وعارفة انت حطيتي ايه، وغاسلة الخضار كويس جدا. ويعني بصي ولادك هيعجبهم جدا جدا جدا. هو اهم حاجة ان هو كمان بلطي، فيعني ما شاء الله يعني طعمه عالي جدا وطعمه جميل جدا جدا جدا، لان البولتي بيبقى ماسك نفسه شوية عن البوري. اذا عجبكم الفيديو ما تحرمونيش من اللايك والشير. مطبخ على قد ما قسم مع امل. دايما كل جديد فعلوا الجرس عشان يجولكوا كل جديد يا حبايب قلبي. والى اللقاء احلى متابعين في الدنيا، مع السلامة.